بيراميدز بيحاول يستفز الاهلي وجمهوره بكل الطرق. الاهلي بابا المجال، بابا الشغلانه، فكر بدماغك، سيبك من اللي بيتقال في الاعلام. بشير التبعي هو ده وضع النقاد في مصر او اللي بيطلعوا يتكلموا. طبعا قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين يا رب انصرهم اللهم امين. حلقه النهارده يا جماعه باختصار هنتكلم عن بيراميدز واللي بيعمله بيراميدز. وبيراميدز يعني بيحاول يستفز الاهلي وجمهوره بكل الطرق، ولكن يا بيراميدز ما تلعبش مع الاهلي وجمهور الاهلي بالاسلوب ده ولا الطريقه دي. يعني ايه تذكره مباريات النادي الاهلي او تذاكر مباراه الاهلي وبيراميدز؟ الدرجه الثالثه دي هي الجماهير المصريه، الدرجه الثالثه دي هي عامه الناس، هو الجمهور الحقيقي. فطبعا زود التذاكر وقال لك التذكره ب 200 جنيه بعد بدل ما كانت 75 جنيه، اللي انا اصلا شايفها برضو انها غاليه. يعني حتى 75 جنيه انا شايفها برضو غاليه، ولكن انها توصل ل 200 جنيه في المباراه اللي جايه، فطبعا واضح قوي ان انت كبيراميدز خايف من جمهور النادي الاهلي، او ان جمهور الاهلي بيخلي النادي الاهلي اقوى، فبالتالي انت عايز تاثر على الحضور الجماهيري في المباراه. طب قول لي يا بيراميدز كده، وحضراتكم تقولوا لي برضه، هو بيراميدز هيستفاد ايه اما يعمل كده غير انه يعمل يقلل عدد جماهير النادي الاهلي؟ هتقول لي في ناس طلعت قالت كده فعلا، في ناس طلعت قالت ده نادي استثماري وبيدور انه يجيب فلوس بكل طريقه ممكنه. ماشي، خليني معاك للاخر واحده واحده. هتقول لي نادي استثماري وعايز يجيب فلوس، طيب هو بيراميدز محتاج انه يجيب مليون ولا مليون ونص ولا حتى 2 مليون 3 مليون من كام تذكره زود في سعرها؟ اعتقد 3 مليون ده رقم ضعيف قوي 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 بالنسبه لبيراميدز. مش ده الهدف. اذا الهدف ان انت خايف من النادي الاهلي وحضور جماهير النادي الاهلي اللي بتعمل لك خلل وبتعمل لك رعب. وده اللي احنا شفناه في المباراه الاولانيه اما المدير الفني طلع الشيبي اول نص ساعه ما اشركوش في المباراه خوفا عليه من ضغط جماهير النادي الاهلي وان يحصل مشاده ما بينه وما بين لعيبه النادي الاهلي وبالاخص طبعا حسين الشحات. ولكن كابتن محمود الخطيب، كابتن المحترم الخلوق، الحريف حريف، الحريف حريف، سواء كان لاعب كورة أو بطل كورة واعتزل الكورة وموجود في الإدارة دلوقتي، فيبقى الكابتن محمود الخطيب بيبو يبقى حريف. خد قرار بيراميدز والناس كلها متنرفزة ومولعة وكله على التلفزيونات مستغرب وكله مش عارف اللي بيهاجم واللي بيقول لك لا براحته واللي يقول لك ده نادي استثماري. كابتن الخطيب قاعد يا باشا عمال يتفرج على التلفزيون، يجيب القناه دي يجيب القناه دي يجيب القناه دي، وهوبا مره واحده قال لك بس انا هشتري كل تذاكر المباراه وهديها لجماهير النادي الاهلي بالمجان، واصدر بيان بالكلام ده. كم أنت عظيم يا كابتن محمود الخطيب يا بيبو الكرة المصرية، كم أنت خلوق ومحترم. شفتوا الحرفنة؟ شفتوا الكابتن الخطيب عمل إيه يا بيراميدز؟ مسؤولين بيراميدز للأمانة تحس إن هم مش تفكيرهم في بطولات ولا تفكيرهم في فوز بأي حاجة. هو كل النادي ده معمول علشان ما نضحكش على بعض، علشان يغيظ في الأهلي أو مكايدة في الأهلي أو يحاول يوقف أو يعطل مسيرة النادي الأهلي. انا عايز اقول لك يا بيراميدز ان الاهلي يا بيراميدز كبير افريقيا وكبير العرب، البابا. الاهلي بابا المجال، بابا الشغلانه. من الاخر نصيحه اخويه لبيراميدز، هقول لك حاجه صغيره. عايز تنجح، عايز تفوز ببطولات، قرب من النادي الاهلي، ما تحاولش تغيظ النادي الاهلي. انت دلوقتي باللي عملته ده تعال اقول لك خسايرك ايه يا بيراميدز. انت استفزيت جماهير النادي الاهلي، فهتافات الجماهير لو كانت بنسبة 50% عليك وعلى إدارتك فهتصبح بنسبة 80% وممكن تصل إلى 100%
في مباراة يوم الاثنين. دي نقطة. النقطة الثانية، لعيبة النادي الأهلي أنت استفزتهم أولا بموقف الشيبي واللجوء إلى المحكمة. حاليا أنت بتستفزهم بحتة إن أنا همنع جمهوركم إن هو يجي ويأذركم في المباراة ويقف معاكم في المباراة، وانت عارف بالنسبة للعيبة الأهلي يعني إيه جمهور النادي الأهلي. فأنت استفزت الجمهور، فالجمهور هيجي يضغط عليك جامد قوي. واسمع مني، أنا عارف أنا بقول إيه على جمهور النادي الأهلي، لأن أنا واحد من التالتة شمال ومن جماهير النادي الأهلي وأتشرف. الحاجة التانية، لعيبة النادي الأهلي لو نازلة وعاملين مش مركزين بنسبة كبيرة في اللقاء، هم طبعا كده كده هيركزوا بنسبة كبيرة، ولكن هم نازلين مركزين بنسبة كبيرة، زائد عايزين ما يروحوش جماهيرهم بإذن الله يا رب بعد توفيق ربنا، ما يروحوش زعلانين أبدا من المباراة القادمة. شفت انت بتعمل ايه؟ فهنشوف هيحصل ايه، ولكن النادي الأهلي بيرد في الملعب، جماهير الأهلي بترد في المدرجات. انتوا سخنتوا الجماهير واللعيبه عليكم. كابتن الخطيب استقبل اللي انتوا عملتوه بكل حرفنه، استلم الكره على صدره، قعد ينطط الكره وقام مديها لكم في المقص. احرز هدف من اهداف الخطيب. مش كده وبس، ده الخطيب قال لجماهير النادي الاهلي لنهايه الموسم تحضروا كافه مباريات النادي الاهلي في الدوري، الدرجه الثالثه هتكون ب50 جنيه مش ب75 جنيه ولا 200 جنيه يا بيراميدز. احنا النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، واحنا بابا المجال، واحنا اكبر نادي في افريقيا، فما تحاولش تستفزنا. ومؤخرا بشير التبعي طالع بيتكلم علانية في حتة ان الاهلي ليه سبب في ازمة رمضان صبحي. يا جماعة هو انتوا بتقولوا ايه؟ هل حضراتكم متخيلين ان النادي الاهلي نادي البطولات وكاس العالم للانديه والجماهيريه العظيمه هيسيب كل ده ويفكر في رمضان صبحي ويفكر يأذي لاعب؟ فكر بده، فكر بدماغك، سيبك من اللي بيتقال في الاعلام. اللي يتكلم يتكلم، انا ما بحبش اطلع ارد على الناس دي، ولكن لما لقيت ان في ضجه على السوشيال ميديا بسبب الموضوع ده فقلت اطلع اتكلم معاكم مش اكتر. ولكن انا ما بحبش اتطرق للامور دي الصراحه، يعني مش من الطبيعي انكم تسمعوا كلام زي ده. اما تلاقوا كده اقلبوا، ما تسمعوش، ما تكملوش. يعني ايه الاهلي ليه علاقه بموضوع رمضان؟ طب يعني الاهلي كان موقف رمضان في المباراه اللي فاتت، والاهلي هو اللي رجع رمضان عشان يلعب قدامه يوم الاثنين. كلام غريب، ويعني مش عارف اقول ايه. هو ده وضع الاعلام المصري، او مش بلاش الاعلام المصري، هو ده وضع النقاد في مصر او اللي بيطلعوا يتكلموا سواء بقى في التلفزيون سواء على اليوتيوب. فما علينا. طبعا النادي الاهلي النهارده عنده مباراه في كاس مصر امام الالومنيوم. النادي الاهلي او قائمه كولر غيابات النادي الاهلي النهارده: محمد الشناوي طبعا، محمد عبد المنعم، حسين الشحات، امام عاشور، دول الى للراحه. فطبعا نتمنى الاهلي ان شاء الله يفوز النهارده بنسبه كبيره. طبعا مصطفى شوبير هو اللي هيكون حارس مرمى النادي الاهلي النهارده. المباراه هتكون الساعه 8 مش الساعه 9. طبعا ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. المباراه القادمه وهي مباراه الموسم او مباراه الفوز بالدوري باذن الله تعالى يوم الاثنين امام بيراميدز المستفز، اللي هفضل اسميه بيراميدز المستفز لحد ما اداره بيراميدز تتغير او سلوكهم او نهجهم في الاداره والتعامل مع المواقف اللي بنشوفها يتغير. ساعتها هكلمهم بطريقه تانية او هقول لهم هشيل كلمه المستفز من بيراميدز. عموما دي كده موضوعنا ودي كده حلقتنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. اشوفكم دايما بافضل صحه وافضل حال. شكرا ليكم، سلام عليكم.